بسم الله الرحمن الرحيم. كيف توقع الجنس الآخر أو كيف توقع الطرف الآخر في شركك وتجعله يعجب بك أو تكون محط أنظار الجميع من الجنسين وبالتحديد من الجنس الآخر، يعني أنت الآن كرجل تكون محط أنظار للبنات أو النساء. خذ 3 خطوات بسيطة فقط لكي لا أطيل. 3 خطوات بسيطة جدا جدا جدا، لكن مفعولها كبير أعتقد، يعني بحسب تجربتي السابقة أو بحسب تجربتي طبعا قبل سنوات من الآن. أول خطوة أول خطوة يجب أن تتخذها، ويجب أن لتقطع شوطا كبيرا في يعني في يعني في هذا المجال، أو في هذا المنطلق الذي يبحث عنه جميع الشباب تقريبا، أو أغلبية الشباب، وخاصة المراهقين منهم. أقصد المراهقين يعني الأشخاص الذين أعمارهم بين 14 سنة و20 إلى 22 سنة تقريبا. المهم، أول خطوة، وهي خطوة ضرورية جدا جدا جدا: لا تكن خروفا. احذر 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 احذر، لا تكن خروفا أبدا أبدا أبدا. طيب، سيسألني مثلا البعض، سيقول: لماذا لا أكون خروفا؟ أو لماذا لا أكون أتودد لهن؟ لا أتقرب إليهن بالكلام الحسن يعني هذه الأشياء وهذه الترهات. السبب بسيط جدا: المرأة لا تحب الإنسان المنبطح، الإنسان التافه، الإنسان الذي يعني طبعا الخروف هي تشبيه دقيق جدا لهؤلاء الأشخاص. أعتقد مفهومة، يعني لا تكن خروفا مفهومة. الخطوة الثانية الخطوة الثانية هي: لا تكن خجولا. يعني لا تكن إنسان خجولا، لا يزيد الخجل عن حده، لأنه كما قيل في المثل: ما زاد عن حده انقلب ضده. فبالتالي يعني لا تكن خجولا، وأنا لا أقصد لا تكن قليل أدب أو كن قليل أدب، لا تكن خجولا، يعني لأن الخجل. النقطة الثالثة والهامة جدا جدا التي ذكرتها، يعني من النقاط التي ذكرتها السابقة، هي أن تكون رجلا. أنا أقصد يعني أن تكون رجلا، لا يعني أن تكون فسيولوجية جسمك فسيولوجية رجل، لا. أنا أقصد يعني أن تكون رجلا بتصرفاتك، أن تكون رجلا يعني بأفعالك، بوقارك، بهدوءك، بشهامتك، بالرجولة بشكل عام. أعتقد يعني صفات الرجولة معروفة لدى الجميع، معروفة لدى العرب، لأن العرب لأن أو عفوا يعني ليس تحيزا، لكن أصل الرجولة هي في العرب. هذه حقيقة لا يمكن إنكارها من أحد. أصل الرجولة هي موجودة في العرب، لذلك هي في نفس أو في داخل كل واحد منا رجل. لكن أشخاص للأسف لا يستيقظ ذلك الرجل إلا قرب الموت، وبعضهم قرب يعني في الكبر، وبعضهم يعني هذه أهم 3 نقاط تقريبا، يعني من وجهة نظري أنا طبعا. من وجهة نظري أنا، الجميع كل شخص في النهاية له وجهة نظره، أنا لي وجهة نظري، في غيري يعني عنده وجهة نظر أخرى، وبس. أعتقد هذا كل شيء.